ظاهرة الإحسان العمومي اللي صبحت واحد الموضة متجددة في مجتمعنا المغربي، وأصبح الكثير من الناس معارضين الظاهرة من بعد ما كانوا مؤيدين لها، من بعد ما اكتشفوا أن هناك اختلاسات في الأموال اللي كيصيفطوا للمحسنين وبأنها ما كتوصلش لمواليها. ما تنساش الدكة ديالك وحطها فوق طويبلة وسافر معاه. خرجت مؤخرا في مجتمعنا المغربي واحد الانتفاضة في عالم السوشيال ميديا على ظاهرة الإحسان العمومي، بحيث أنه بزاف ديال المؤثرين ولاو تيديروا هذا المحتوى من بعد ما كان عندهم محتوى مغاير تماما. فشنو اللي تيخلي الناس يديروا هذا المحتوى الدخيل على الثقافة ديالنا وبدا تيسود عند غالبية المؤثرين اللي عندهم قاعدة جماهيرية متواضعة؟ النصب على الجالية المغربية باسم الإحسان العمومي، قنوات بلا عداد في الفيسبوك، في اليوتيوب، صفحات يوميا وعلى مدار 24 ساعة. ناس، هناك من يشجع وهناك من يندد وهناك من يستنكر وهناك من يبكي. من بعد ما دوك الناس اللي معروفين في مواقع التواصل الاجتماعي تيبدلوا المحتوى وتيدبروا على الحالات اللي عندها مشاكل سواء صحية أو اجتماعية أو فقيرة، وتيديروا بهم واحد النداء باش المحسنين يصيفطوا لهم الفلوس على اساس يتعاونوا معاهم وباش يأديوا الحاجيات الضروريه ديالهم ويوصلوا للمبتغى اللي خاصهم. نبدا نصبة جديده. حنا اللي غادي نوقفوا معاك باذن الله. حنا اللي غادي نوقفوا معاك. مهمتي شتك بحال بكيتي شويه. ما تبكيش. علاش؟ بكي امي باش تبقاي في الجاليه المغربيه. بكي امي بكي عليهم بكي عافاك. يلا بسم الله. خالد خويا دير النمره ديال التليفون ديالي تما. دير اخويا النمره ها. التليفون حتى واحد ما يتصل بيا على الخاوي. عندك عيط لي شي واحد يتصل بيا على شي حاجه اخرى. ما يبغيش يصيفط الفلوس. من بعد مده هذوك الناس اللي تيدوروا داك المحتوى ديال الاحسان العمومي بدا تيبان عليهم واحد الثراء في واحد الوقت اللي وجيز، وتيشريو السيارات والبارطمات بدون من اين لك هذا، مدعين انه ديك الاموال تجيهم من خلال المشاهدات اللي تيشوفوها الناس واللي هي جد متواضعه، وما يمكنش في ديك المده تجيب لك تقريبا مبلغ يصل حتى ل 60 مليون سنتيم. نعاونوا الناس اي واحد، نعاونوا في المستطاع اللي قدرنا عليه الله غنديروا مع اي واحد. نتوما ما عليكم غير تبارطاجيو وتصيفطوا الفلوس. غتنوض واحد الشريحه ديال الناس من المجتمع وغادي يتواصلوا مع دوك الناس اللي داروا النداء ديالهم عبر المؤثرين وغيبغيو يتاكدوا واش فعلا الناس توصلوا بالفلوس ولا لا، وفعلا تيلقاو القضيه في الساشيه ومخبله بزاف بحال داك الخيط ديال السبيب فاش كيتخبل ما كيبغيش يتفك نهائيا بصعوبه كبيره. هنا دوك الناس تحركات وبدات تدير لهاد الناس ديال الاحسان العمومي الشوشره. كيفاش هاد الناس ديال الاحسان العمومي وكيفاش قضيه الثراء اللي نزل عليكم من السماء والبرطمات والسيارات الفاخره اللي بديتو تشريو في مده وجيزه، وكيفاش هاد الناس ما توصلوش بالمال اللي تصيفط لهم عبركم. ايضا دوك الناس نشروا جميع التسجيلات ديال الضحايا اللي تعرضوا للنصب وما وصلاتهمش الامانه ديالهم هي هذه، وايضا باش يعرفوا الناس المحسنين انه المال ديالهم اللي تيصيفطوا ما تيمشيش للجهات الصحيحه وتيمشي للكروش الخاطئه. ربما غادي نتفقوا هناك تشويه لبزاف ديال الناس، نساء ورجالا واطفالا، وكيتم التصوير ديالهم، وهناك من يواعد الناس. وهادشي شفناه بلا ما نعطيكم الامثله. كاينه واحد السيده راه في الحبس دابا معتقله، كانت كتطلع في عده منابر وكتواعد الناس غتعطيهم الديور البرطمات، غتشري لهم ما نعرف شنو، غتقري لهم ولادهم، ولا شيء من هذا القبيل دارته، حتى تم الاعتقال ديالها في مدينه اكادير. هنا المؤثرين ديال الاحسان العمومي وبزاف منهم وصلهم الصهد وشافوا دواصاهم كاملين بداو يتحطوا للعلن وداروا خرجات مباشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي نافين بكل هاد الاشياء الرائجه عليهم، ولكن الضحايا اللي تعرضوا للنصب من الطرف ديالهم فرشوهم. المجتمع المغربي بدا تيعاقب هاد الظاهره هذه والاغلبيه ولاو رافضين ليها وبداو توجهوا الدعوه للمحسنين بانه اللي بغى يدير الخير وقف على الامانه ديالو ويعرف فين غادا وجهه ويصدق بيديه. انا ايضا انسان معارض لهاد الفكره وغنقول الراي ديالي في هاد الدوسي المقمح اللي محطوط فوق الطابله، انه راه حشومه تبين وجه ديال الانسان في مقاطع ديال السوشيال ميديا على قبل ورقه ديال 20 او 200 درهم او تشوه على قبل ديال 500 درهم عامره بالتقضيه، بحكم انه الانسان عنده ولادو تيمشيو للمدرسه وعندهم الاصدقاء ديالهم في الحومه وغاديين يكبروا باش غاديين ينعتوه صحابو ولا صحابات ديك البنت وغاديين يقولوا ليه بانه شفنا ماماك او الاب ديالك تيطلب عبر مواقع السوشيال ميديا
وهاد الظاهره خطيره اللي تيديروها هاد المؤثرين الاجتماعيين وما عارفينش الاضرار ديالها على النفسيه ديال الاطفال والاضرار ديالها في المجتمع المغربي. وكون غير كانت ديك الفلوس تتوصل لمواليها. تاني حاجه تنوجه الدعوه لهاد المحسنين بانه لا بغيتي دير الخير وقف عليه بيديك وحيد ديك القضيه ديال انه تصيفط المؤثر الاجتماعي حيت تيفيق حتى الجوج تيلقى الكود مصيفط ليه في التليفون وتيمشي تيري في وفكاش ويضربوا في جيبو. اكيد ما غاديش يعيا من هاد الظاهره وغادي يقول بركه شي نهار. ثالث حاجه الصدقه تتكون بالسر وبالستره باش ربي يجعل فيها البركه وماشي تشوهني بالعلالي، غير خلي دوك الفلوس ديالك عندك. وبالنسبه للمؤثرين هاد الميساج ليهم بانهم يتقوا الله في اعراض ديال الناس، وراه التهمه ديال هاد البلان ثقيله بزاف واللي هي الاتجار في البشر. دور في بالي وفي بال بزاف ديال الناس علاش غير اللي عنده شي محتوى ولا باغي يقلبها احسان عمومي. دوك الفلوس اللي تجيكم بصيفتكم واش جمعيه عموميه ولا تعاونيه ولا عندكم شي رخصه ولا شنو؟ منين تيبان عليكم داك الثراء السريع ديال البارتمات والسيارات الفاخره والتجهيزات المطنطنه؟ تيقول المثال من بيكالا الفيراري.